هلا، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. هذا أول فيديو لي على اليوتيوب، شوي حيكون طويل بس بيه هواية معلومات متأكدة حتفيدكم، وفكرت بموضوع مهم يناسب كل البنات وبالأخص البنات اللي داخلين على جامعة. راح تكونون متحمسين هواية، ما تعرفون شنو تاخذون، ممكن الحماس هذا يخليكم تشترون قطع ما راح تلبسوها حرامات. بس قبل كل شي وقبل ما تبدين الفيديو لازم تعرفين هل جامعتك بيها زي أو لا، مسموح لها الألوان لو لا، وشنو القطع اللي يسمح لكم تلبسوها، بناطير، تنانير أو غيرها. وبعدها ابدي بالفيديو وحددي القطع اللي حتناسبك أو ما راح تناسبك وشنو راح تحبين أيضا. بس قبل كل شي أنا ريمة وهاي صفحتي على الانستغرام وصفحة البيج، إذا احتاجيتوا أي استفسار أي سؤال أو تشوفون القطع اللي موجودة عندنا فأكيد تنوروني وتدللون. وبهاي القناة إن شاء الله أني راح أكون وياك، مو حتى بس تشترين وخلاص، حتى تشترين وتنسقين وتعرفين المعلومات الصح عن كل القطع، وإن شاء الله أقدر أفيدكم. بس قبل كل شي جيبوا كوب قهوتكم، تعالوا خل أجيب كوب قهوتي وأجي. للأسف جزء كبير من البنات كل ظنهم إنه أنا إذا أريد أطلع أنيقة وأسوي هواية تنسيقات لازم أشتري عدد قطع كلش كبير وأترس الخزانة مالتي حتى أطلع أنيقة، وهذا الشي للأسف كلش غلط. فلازم نعرف إحنا شنو راح نختار وشنو يكون موجود عندنا بالخزانة، وبعدها نبدي ننوع. وأني إن شاء الله راح أساعدكم حتى نضبط كل هاي التفاصيل وما تحيرون أكثر. وبهذا الفيديو راح أحاول أقسم الفيديو إلى أقسام، من الملابس، الجناط، الأحذية تكرمون، وحتى الإكسسوارات. فهذا الفيديو حيكون الدليل الشامل لك إن شاء الله، حتى شلون تجهزين الجامعة أو حتى تملين خزانتك صح. وأكيد راح نبدي بأهم قطع اللي هي القمصان. بالنسبة للقمصان حنحتاج 3 ألوان أساسية، ممكن نسويهم 4 أو 5 لونين حيكونون حسب انتي شنو تحتاجين. أول لون بالقميص حنبدي به هو أكيد اللون الأبيض. حاولوا دائما نختار القميص يكون بدون أي تفاصيل مثل هذا اللي دا تشوفوه، هذا ممكن تختاريه بجيوب أو بدون جيوب، الشي راجع إلك أكيد، بس لازم نختاره سادة ما بيه أي تفاصيل. وبالنسبة للقالب اختاريه حسب انتي اللي حتلبسيه أكثر، يعني مثلا يفضل يكون بين الراهي بين الأوفر سايز حتى نلبسه أكثر، وممكن نلبسه مفتوح أو نلبسه ويا بنطلون جينز يكون أحلى وساتر ويغطي بنفس الوقت. أما إذا لبسك أغلب دا يكون جوا الستر، السوتات أو حتى اليلقات، تقدرين تاخذين الفت اللي يكون كلش على الجسم، يعني الفيتنج مالته يكون. بس أني دائما وأبدا أفضل القطع اللي تكون سادة ويكون هيك قياسها. وبالنسبة للقطعة الثانية أكيد اللون السمائي بالقميص. اللون السمائي حرفيا بالقميص ما تروح موته، صيف شتاء حيكون وياك، وأوعدك إنه كل القطع اللي حختارهم إلك راح يبقون وياك بالكنتور، ما يدخلون خزن أبدا. صيف شتاء راح تلبسين بيهم، والألوان اللي تتنسق ويا السمائي كلش هواية، منهم البني، النيلي، الأسود، الأبيض، وهواية ألوان ثانية. أما بالنسبة للقطعة الثالثة فأكيد المخطط أزرق، وسوري إنه أني مكاويته بس ما لحقت. المخطط أزرق من أهم الألوان اللي ممكن تاخذيها، وممكن تاخذين مخطط أسود أو حتى مخطط وردي، بس أني أفضل دائما المخطط أزرق، راح يناسب الأغلبية وتقدرين تستفادين منه بالشتاء بالأخص بالليرينج أو حتى بالأولد ماني ستايل، للي يحبون الأولد ماني كلش حتحبون. وأكيد مثل ما ذكرت لكم إنه دائما نحاول نختار القطع اللي تكون سادة أفضل مما تكون بيها أي تفاصيل ثانية، تطريز، ليلو، كركش، whatever. هذا الموديل بالأخص أو هاي التقليمة حرفيا ترند من التسعينات إلى الآن، يروح الترند ويرجع ويروح ويرجع، بس أني للأبد أفضل السادة اللي يكونون هيجي. أما بالنسبة للون الرابع فهذا حيعتمد على حسب إذا كان عندكم زي أو لا وشنو الألوان اللي تحبوها. فبالنسبة للون الرابع ممكن تاخذون اللون النيلي، ممكن تاخذون بني، أو حتى ممكن تاخذون اللون الأسود. وإذا أنتوا أو جامعتكم
تستقبل إنه تلبسون أي ألوان ثانية غير هاي الألوان الأساسية، ممكن أكيد تنوعون بالألوان وتختارون ألوان صيفية ترند إذا كنا بالصيف، بس أهم شي ألوانها ما تكون كلش فاقعة وكلش مزعجة للعين وتضوجك وتضوج المقابل. فتقدرين تختارين مثلا تدرجات الوردي بالأخص البيبي بينك، وممكن تختارين الفستقي همين كلونين حيكونون خيار كلش ممتاز ولطيف. أما بالنسبة إذا كنا بالشتاء فراح نقدر نختار لون الماروني لأن هو أكيد ترند وممكن الألوان السابقة اللي ذكرتهم، فحسب انتي شنو حتحتاجين شنو راح تحبين هذا الشيء أكيد يرجع لك، لأن إحنا أول ما نبدي نضيف أشياء أساسية وبعدها نضيف الأشياء اللي نعتبرها ثانوية أو هي اللي حتحدد إحنا مسارنا وين راح يمشي. وعلى فكرة أنا دائما أفضل يكون عندنا أي نوع من القمصانة وأي لون يكونون سادة، بالأخص هسه مثلا عندكم الأبيض تشوفون شلون إحنا قدرنا هنا نتلاعب بيه، أما لو كان غير موديل صراحة كان صعب علينا إنه نضيف له سكارف أو نضيف له بروش أو نضيف له أي قطعة ثانية، فدائما نروح ويا الألوان السادة أفضل. يعني مثلا هذا الموديل هذا صراحة صعب بالتنسيق، ممكن تلبسوه أكيد مو معناها ما راح تلبسوه، بس حيتحدد أكثر بأنه تلبسوه بلبسة لبستين والموضوع وراها راح يصير نوعا ما صعب، فراح تقدرون تضيفون على القطع السادة هاي القطع اللطيفة اللي حتزيد من جماليتها وتغير لكم من موديل القميص بدون ما تصرفون أي جهد أو تشترون قطعة ثانية. لهذا المفضل دائما وأبدا هي القمصان السادة، ما بعد ما تشترون هالألوان أخذوا غير ألوان. وهسه خلينا نجي لأهم قطعة اللي هي البناطير. حرفيا أحلى وألطف بنطلون ممكن تاخذوه هو الهاي ويست وايد ليج اللي أني لابسته هنا، هذا حرفيا من أحلى الموديلات اللي ممكن تاخذوها، يرتب الجسم بطريقة ما تتخيلوها، بس الأهم إنه لازم ناخذ القياس الصح وشوفوا الفينيشنج إيش قد لطيف. من فوق بيه بنسات عادي وبيه جيوب جانبية طوله يكون كلش حلو طويل، بيه هواية ألوان حتقدرون تشوفوها، أني ناشرتها بداخل البيج حخلي لكم اللينك جوا بالديسكريبشن. وعندكم اللون النيلي أكيد هم راح يكون خيار كلش ممتاز، وأنتم حسب شلون راح تختارون الألوان على حسب احتياجكم وشنو همين تنسقون أكثر شي، بس كألوان وخيارات هذول جدا ممتازين. وأكيد أحلى شي بيه إنه هو يقعد على كل أشكال الجسم، يرتبهم ويقعد بطريقة ما تتخيلوها شقد حلوة، وتقعد كل شي ملابس على الجسم مثل ما تشوفون أني هنا من لابس. وبالأخص المحبين الأولد ماني ستايل كلش راح تحبوه راح تغرمون بيه إذا أخذتوا القياس الصح الكواليتي الصح والفينيشنج الصح أكيد. طيب أنا شنو ممكن أختار ألوان للجامعة؟ الأسود أكيد، الأبيض اللي أنا لابسته، اللون البني والنيلي، وإذا ممكن نختار أي لون من تدرجات البيج على حسب أنتو احتياجاتكم شنو تلبسون وشنو تحبون أكثر، لأن هذا الشي دائما أذكر لكم إياه حتى نعرف إحنا شنو نختار وشنو نريد. هذا الشي أحسن مما أنا أقول لكم أخذوا 3 ألوان وتروحون تاخذوهم، لا لازم دائما نعرف إحنا شنو حابين وشنو نريد ويا إيش راح نلبسهم. أما بالنسبة للجينزات فأهم شي بموضوع الجينزات نختار سادة ونبتعد عن هاي الموديلات اللي بيها ستراس هواية بيها ورد من جميع الجهات، هذولا ما راح يطلعون الأوتفيت بأحلى شي، تقدرين تلبسيهم مرة مرتين ويا ملابس معينة وخلاص بعد ما تقدرين تلبسيهم. وكموديلات بالنسبة للجينز نختار إما الوايت ليج أو الستريت ليج، اثنيناتهم راح يكونون حلوين يقعدون الملابس بطريقة حلوة ويرتبون الجسم، وما ننسى ناخذ الجينز على أساس شكل جسمنا، وإن شاء الله أسوي لكم فيديو عن هالموضوع. أما بالنسبة للقطعة اللي بعدها اللي هم التنورة الكبس، حرفيا القطعة اللي ما يروح موديلها أبد، صارلها فترة كلش طويلة هي ترند. الحلو بيها والأهم من تجون تاخذون اللي بيها بطانة مثل هسه هذه، تفاصيلها كلش حلوة، الكبسات مالتها كلش مرتبة، أهم حتلقوها بالبيج أكيد. وحاولوا دائما تاخذون الألوان مال التنانير تكون دائما ناعمة وهيك وأنثوية وهادئة، وممكن تكون مختلفة عن ألوان البناطير اللي عندكم حتى يصير تنوع. وممكن تاخذون مثلا الستن
أو ممكن تاخذون هيجي موديل أو حتى الموديل اللي انتو يعجبكم ويوالم شكل جسمكم، حتى تكونون تتنوعون بالقطع اللي موجودة. هاي كقطعة أساسية أكيد، وبعدها شوية شوية راح نبدي نزيد على القطع اللي عندنا حتى يكون عندنا شي شامل ويساعدنا دائما بالتنسيق أكيد. وهسه خلينا نبدي بالسوتات. عندنا شغلتين بالنسبة للسوتات، إما رسمي أو كاجوال، وهذا الشي يحدده إحنا ذوقنا وين رايح. إحنا ندور رسمي بس، نحاول نختار الموديل اللي يكون رسمي فقط، مثلا هذا الموديل. أو إحنا إذا نريد شي يكون بين الرسمي كاجوال حتى يساعدنا أكثر، نختار هذا الموديل. وصراحة أنا أفضل هذا الموديل حتى نقدر نستهلكه أكثر من الموديل السابق، نقدر ننسقه كلش هواية، ناخذ السترة واحد بنطلون واحد ونطلع منه تنسيقات كلش هواية. لهذا أنا دائما أقول إنه نحاول نختار القطع بذكاء حتى نشوف الموديل حيرهم رسمي كاجوال مثلا، أو ترهم سترة أخذها وأنسقها ويا غير شي، أو إنه حيبقى بس موديل كامل ما أقدر ألبسه ويا غير قطع. وشغلة أكيد مهمة إنه دائما نحاول ناخذ الألوان اللي حناخذهم بالسوتات ما يكونون مثلا موجودين بالنسبة للبناطير أو حتى بالنسبة للستار اللي حناخذهم، حتى يصير عندنا اختلاف بالقطع ونقدر نستخدم بنطلون وحده ويا غير قطع، أو حتى سترة وحدها ويا قطع ثانية ويطلع لنا الأوتفيت كلش حلو. أما بالنسبة للسوتات الكاجوال، خلي أجيب لكم فت موديل وأجي. هذا الموديل حرفيا من أكثر القطع الأعلى مبيعا بالبيج على مدار سنتين. طبعا سوري هو مو كلش مكوي زين، حكيت لكم موضوع الكهرباء. هذا الموديل مثل ما قلت لكم يعني حرفيا من الأعلى مبيعا، بارد كلش مريح، حيفيد أوقات الدوام الطويل. وبي بعد أكيد لون ثاني اللي هو الأوف وايت، بس شوية ما طالعة درجته كلش مثل ما هي. وهم سوري على موضوع التعقيدة، يجنن، كلش بارد كلش مريح، يفيد مثل ما ذكرت أوقات الدوام الطويلة. تقدرين تستفادين من اليلك أو البنطلون وحده. وحخليكم باللبس هنا مثل ما تشوفوا شقد حلو وشقد مريح. وأكيد راح تكون موجودة بألوان هواية، أنا ناشرتها موجودة بالبيج إذا حبيتي إنه تشوفوها. فهذا الموديل حرفيا من أكثر الموديلات اللي ممكن يخدمك إذا أوقات دوامك طويلة، أو بالأخص ويا جونا الحار بالعراق اللي حرفيا ما ينجرع بدون ملابس تكون باردة ومريحة. إنه بس شوفوا شقد جميل وحلو باللبس وشقد تفاصيله كلش حلوة. وأما بالنسبة نجي للقطعة اللي بعدها وهي الستر. الستر هسه إذا تشوفون أني هاي اللي لابستها اللي هي تشبه موديل زارا، تكون أوفر سايز، بس أني ماخذة السايز يكون مرتب علي، وبنفس الوقت من بقيتها هي تبقى كلش أوفر سايز. الحلو بهذا الموديل شنو؟ إنه أني أقدر ألبسه رسمي، أقدر ألبسه كاجوال. فهسه مثل ما تشوفون أني من لابسته ويا البنطلون الأبيض والحزام، طالع نوعا ما رسمي نقدر نقول. بس أنا أكيد أقدر أتحكم بالأوتفيت، ممكن ألبسه ويا تري شوز وأنسق بعد وياه شغلات، أكف الردن شوية، أسوي بيه تغييرات، راح يتحول إلى كاجوال. وهاي الحلو بيها، مثلها مثل هواي قطع، الحلو بيهم إنه هم يكونون رسمي كاجوال. وحتى شوفوا طولها كلش حلو لطيف ومستور. والحلو بيها أكثر إنه هي بيها كولكشن ألوان كلش كبير، تقريبا 10 إلى 12 لون، ما بين الألوان الصيفية مثل هذه وما بين الألوان الأساسية اللي موجودة كلها ناشرتها. طيب إذا ما نريد هيجي موديل، ممكن نختار ستر اللي تكون بس تكون رسمية عادية، مثلا مثل هذا الموديل. أو إذا نريد نضيف ممكن نختار الكروبت بليزر، إذا نقدر نلبسها على بنطلون وايد لك حتكون كلش حلوة. إذا ما نقدر ممكن نلبسها ويا التنورة، راح تطلع كلش حلوة ولطيفة. وأكيد نقطة مهمة ما ننسى ونخلي بالنا دائما من نيجي نختار الألوان، نختارها بطريقة أنه تناسبنا، تناسب دوامنا، وتناسب المكان اللي حنداوم بيه. أما بالنسبة للفساتين، صراحة الفساتين أهم شغلة بيها ما ناخذ هاي اللي تكون بيها هواية ألوان وورد وملونة ونحسها هوسة شوية. هي بصورة عامة الفساتين مو كلش الأمانة محبذة بالجامعة، إلا إذا أخذنا موديلات مرتبة مثل هذا
أو حتى هذا، حسب أنتي إذا كنتي محجبة أو لا. إذا ما تحبين الفساتين ممكن ناخذ هذا اللي يصير يلق وتنورة أو قميص وتنورة، راح يطلع كلش حلو ومرتب وكلش أنثوي. وهسه كملنا الملابس، هسه نجي على الإكسسوارات بصورة عامة اللي هي تشمل جنط، أحذية وأي إكسسوارات ثانية. على فكرة بالنسبة للشالات تبقى انتو على الألوان اللي تحتاجوها وتلبسوها دائما، يعني أنا مو محجبة فما عندي ذيك الخبرة بموضوع الحجابات. فنجي على شنو هسه؟ نجي على تكرمون الأحذية. الأحذية أهم شي يكون عندنا تنوع، بس تنوع محدود، يعني ما له داعي يكون عندنا تنوع كلش كبير ومن الموديل واحد 3 4 ألوان، ما راح يفيدنا هذا الشيء إلا إذا كان هذا الحذاء تكرمون مريح. أهم نقطة هاي الموديلات لازم نتجاوزها ونعوفها. إذا تحبين هيجي علو بهيجي ديزاين تقدرين تاخذين هذا الموديل أو حتى هذا الموديل، هذولا حلوين مرتبين ينطوش طول بس بطريقة هم سادة ومريحين ولطيفين، مريحين للعين مريحين إلك حتى ما تتقيدين، لأنه وجود أي لون ثالث ممكن يخرب لك الأوتفيت. والترين شوز ترى الأبيض من أكثر القطع اللي يعني حرفيا أنا أعتبرها من الأحذية تكرمون اللي تسهلك كلش بالأوتفيت. أنا واحدة من الناس أستهلكهم هواية لأنه أحبهم، وبنفس الوقت أختار السادة من عندهم بأطوال مختلفة فيرهمون ويا أغلب الأوتفيت. ليش؟ لأنه هي طالع من عندها جزء بسيط أبيض فما راح ينشز ويا الأوتفيت، لو كان ويا ألوان ثانية شوية صراحة راح يصير نشاز وما راح يكون أبد مريح للعين. للكعب يفضل الكعب العالي بالجامعة نتركه، إلا إذا أنتي كنتي تقدرين تمشين بيه مسافات كلش طويلة وتتحملين، بس كصوت وداخلين وجامعة ومحاضرة وأساتذة وكذا، فصوت الكعب ما راح يكون أحلى شيء وأرقى شيء بالنسبة لك. ممكن إذا تريدين تلبسين كعب ويا بعض الأوتفيت ناخذ الطول اللي يكون يا إما 3 أو بالزايد 5، 7 و9 و12 اتركوه. هاي الموديلات أيضا بالكعب لازم تنترك لأنه هاي نهائيا مو للجامعة. بالنسبة للسليبر فلا تلبسوه رجاء بالجامعة، إلا إذا عندك إصابة لا سامح الله برجلك أو ما تقدرين تلبسين بعض الأحذية المعينة، هنا أنت معذورة وإلك كل العذر وكيفك تلبسين، بس أكو أشياء يفضل إنه إحنا ما نلبسها بمكان. أما هذا الموديل اللي هو مخصص للمستشفى عيادات، ما أعرف ليش صراحة يلبسوه بكل مكان. أوكي هو مريح بس بنفس الوقت هو مو مريح للعين ولا مريح للعين بالنسبة إلش، لأن هو هذا مو مكان المخصص. يعني تكرمون مثل السبر نلبسه بالبيت، يعني لما أقول أني أطلع ألبس ويا اللبس الرسمي أو ويا سوت رسمي وكذا أطلع ألبسه، لا، فلازم إنه نهتم بهاي النقطة. بالنسبة للجنط، أنت كطالبة جامعة عندك جنطتين أو 3 عفوا مهمة، التوت باك أو إذا مو توت باك جنطة تكون بنفس حجم التوت باك، لأنه عندك ملازم غراض مكياج وعطور وكذا يفضل تحطيها حتى ما تحيرين بيها زايد، أو تاخذين وحدة تشبهها بس يعني نخلي ببالنا إنه نلبسها بس ويا الكاجوال. إذا أخذنا نفسها على جلد نلبسها ويا الرسمي اتس أوكي ماكو أي مشكلة. مثلا هاي الموديلات اللي تكون رسمية نوعا ما، أو ناخذ هاي الموديلات اللي تكون كاجوال وحلوة وتلبسيها ويا الكاجوال بالألوان اللي انتو تحبوها. مثلا الرسمي تاخذيها بلون أساسي وهكذا، وتشوفين شنو الشيء اللي انتي تحبيه وشنو الشيء اللي حيمشي وياك ويا ذوقك ويا ملابسك أكيد، لأن أنا ما أقدر أحددكم بألوان معينة بالأخص الجنط، لأن أكو ألوان ممكن يكون عندك لونين 3 يمشوك ويا أغلب الأوتفيت. بالنسبة للإكسسوارات يعني جلايد محابس غير شيء، نبتعد عن الأشياء الكلش كبيرة، الجلايد والتراج الكلش كبيرة، هاي المحابس الملونة اللي كل واحد هالكبرة، هاي كلها راح تخرب لك من شكل الأوتفيت، ما راح تسوي لك إياه حلو أبد. حاول نختار أشياء ناعمة ذهبي أو فضي حتى يتناسق ويا الأوتفيت اللي عندك. أكو هواية مثلا الجلايد اللي تكون بيها 3 طبقات، الخواتم اللي تكون كلش ناعمة هاي كلش لطيفة وحلوة،
وإذا أنت مو من النوع اللي يلبس فهذا الشيء أكيد راجع لك، بس على حسب الأوتفيت. أكو أشياء ترهم نلبس ويا هاي الأشياء، هاي الإكسسوارز، وأكو أوتفيت نهائيا ما تقدرين. يعني هسه أني هذا الأوتفيت من المستحيل أجي ألبس ويا قلادة كبيرة بها كومة ألوان، أو ألبس هذه الخواتم الملونة البلاستيك الكبيرة، مستحيل أسوي هذا الشيء. ليش؟ لأن حيخرب لي شكل الأوتفيت ويضيع لي كل شيء حرفيا. فهاي النقطة لازم ننتبه إلها، نقطة مهمة وحلوة. الساعات اكو خيارات كلش حلوة تقدرون تختاروها ما بين الجلد الفنتج او الرولكس وغيرها. خلي تكون عندنا ساعة حلوة مرتبة تناسبنا وتناسب ايدنا، والاوتفيت مالتنا هم راح تطلع لنا الاوتفيت كلش حلوين. هسه على موضوع ما تتخيلون ايش قد مهم هذا الموضوع، او هاي القطع ممكن تخرب او تحسن الاوتفيت مالتك، اللي هي القطعة اللي اسفل الملابس. يعني مثلا هذا التوب تحتاجين منه ابيض اسود بيج مثلا، او الالوان الفرفوشه يعني بيبي بينك وبيبي بلو وغيرها. يعني هسه اني من لبست ويا الستره هذا التوب ويا البنطلون صار كلش حلو كلش مرتب ولطيف، فراح تحتاجين هيك قطع. هاي اساسيه للبنات ما محجبات، او المحجبات اللي ممكن يلبسون هاينك. تاخذون المحجبات اخذوا هاينك، واذا يعني اذا ما تقدرون تلبسون هيك نوعيه تكون كات اخذوا الهاينك، واذا تقدرون اخذوا هيك نوعيه. كثروا مثلا بالالوان او حددوا نفسكم بالوان اضافيه حتى تسهل عليكم بالتنسيق. يعني هنا اني لو لابسه وردي او اصفر راح يطلع كلش حلو. وهسه نجي على القطع اللي فعلا ممكن تخرب أو تعدل لك من الأوتفيت والمظهر الخارجي، بالأخص تحت الألوان البيضاء، وهي هاي القطع الداخلية. هذه سحولها الليزريكات اللي ما تكون بها نهايات واضحة جدا بالقماش، تكون مقصوصة بطريقة متبين. راح تحتاجيها كلش هواية جو اللون الأبيض كملابس، وضروري كلش إنه نختار هاي الألوان حتى ما تخلي القطعة الداخلية جو اللون الأبيض تبين. وهذا الشيء أكيد ينطبق على القطعة الفوق توب أو قميص ويا البنطلون، يعني حتى نضمن إنه نختار الألوان الصح. وإذا ما نحب نلبس اللي تكون شوية أطول ناخذ هذا الموديل الثاني يكون أقصر، بس كلهم يكونون نفس الشيء، كلهم يكونون ليزريكات. الليزريكات هم يكونون للطلعة، أما البقية داخليات للبيت. وهسه بالنسبة للبرا ما نحاول نختار لون أبيض أو أسود جو القطع البيضاء، على عكس نختار تدرجات البيج أو النود، نختارها أكيد تكون نفس تدرجات لون جسمنا. وبالنسبة أيضا للقطعة الداخلية مثل ما شفتوا اللي تكون الفانيلة جوا قميص أو التوب، تكون هم بالبيجيات، حتحسون إنه هي ما راح تبين أكثر من لو لبسنا أبيض أو أسود راح تكون القطعة الداخلية شوية مبينة وما راح يكون صراحة منظرها حلو. وهسه إجا وقت النصائح اللي أحبه. هالكم نصيحة أتمنى من عندكم إنه تاخذوها وتستفادون من عندها. والنقطة الأولى وهي النظافة الشخصية. كنا ما نهمل نظافتنا الشخصية، بس حتحتاجين تهتمين أكثر بنفسك بالجامعة لأنه وقتك راح يكون طويل. فالديودرنت يفضل يكون دائما موجود عندك، السبلاشات، وأيضا العطور. ويفضل إذا تقدرين تاخذين هذول السامبلز الصغار اللي تقدرين تخليهم بالجنطة حتى تخلين عطورك وتستفادين منهم بكل وقت. والشغلة الثانية والأهم نتجنب اللبس اللي يكون كلش ضيق على الجسم إذا كان جسمنا كيرفي، ونتجنب إنه نلبس أشياء جدا تكون قصيرة وجاذبة للنظر. دائما نختار اللبس المريح، اللبس اللي حيخلينا إحنا نرتاح. وبالنسبة لكل القطع اللي ذكرتهم سابقا، ملابس جنط وغيرها، هذه كلها تكون بداية لترتيب الخزانة مالتك، ما بعدها انت تعرفين شنو تحبين شنو تريدين وتبدين تضيفين عليهم. بس مو شرط تاخذيهم كلهم دفعة واحدة حتى ما تكلفين على أهلك، لا تبدين كل فترة تاخذين قطعة معينة. هذا الشيء راح يقلل لك شوية من التكاليف، وبنفس الوقت ما يسوي ضغط عليك حتى ما تنخبصين بشراء كل القطع. هسه أريد منكم تقترحوا لي موضوع ثاني نحكي بالفيديو الجاي إذا حبيتوا هذا الموضوع واستفاديتوا من عنده. وإذا عندكم أي سؤال أي استفسار تحبون تسألوا، اكتبوا لي جوا بالتعليقات حتى أشوفهم وأرد عليهم وأرد على كل الاستفسارات اللي تريدوها. وبس والله، باي باي.